الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. ولادي طلبوا مني ايه؟ شويه رز بلبن. اقول لها يا ماما اعملي لنا رز بلبن. انا فرحت علشان هما ما بيشربوش اللبن. قلت ده كده حلو قوي. نعمل بقى شويه رز بلبن كده. المكونات عندي، انا عندي معلقتين كريمه بودر، معايا نشا حسب ما يطلب، معايا سكر، معايا جوز الهند، معايا ايه زبيب، معايا ايه فانيليا. ماشي. هحط الاول الميه على النار. انا معايا كوبايه، الكوبايه دي انا معايراها كوبايه ونص رز. الرز غسلته كويس قوي لحد ما نضفته خالص، وقمت مطلعه ايه، نضفته قوي 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 خالص ونضفته وقمت مصفياه، وجيت تاني نقعته خلاص عشان ما ياخدش معايا سوا على البوتاجاز. طيب انا حطيت بقى 3 كوبايات ميه. هنزل بقى ايه الرز ده المنقوع يا ماما؟ ده رز منقوعه. انا نقعته ليه؟ عشان ما ياخدش سوا في الميه ويستوي معايا بسرعه ويبقى كريمي كده ساعه الاكل. هو اتنقع قد ايه يا ماما مسافه؟ ساعه. وراكي حاجه اعمليها وسيبيه هو ايه يتنقع اهو يا حبايبي. هسيبه ينسلق. ينسلق خالص لما تلاقيه مستوي معاكي. خلاص. طيب هنسيبه يستوى وهجيلكوا تاني نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى عمل ايه الرز. بصوا استوى ازاي. لو انت مسكت رزها هتلاقيها استوى تاني. استوت جدا فعلا. خلاص كده يبقى حلو بقى معانا وهيستوي معاكي بسرعه وهيبقى كريم وزي العسل. تمام. هو كده استوى. اعمل ايه؟ اللبن هحط اللبن. مش كله يا ماما مره واحده؟ تمام. انا مش هحتاج لبن تاني بقى. يعني هو بالتدريج كده واحده واحده، لان هو كده كده استوى. كده كده استوى. هسيبه بقى ياخد شويه مع اللبن. يغلي. يغلي شويه مع اللبن. في معلومه هنا بقى، لو لقيتوه تقل في اللبن بقى تقيل خلاص ما تحطوش نشا. لقيتوه تقل في اللبن ما تحطوش نشا. طيب ما تقلش معايا ولسه خفيف، هناخد معلقه نشا ونحطها في شويه ميه وحبه ايد بتقلب والايد التانيه ايه بتصب علشان النشا ما تكلكعش. عشان النشا ما يكلكعش. ولازم يقلبوا النشا في ميه بارده. والنشا لازم يتقلب في ميه ساقعه. عشان ما يكلكعش. علشان ما يكلكعش. هيغلي بقى ونشوفه هو عايز ايه بقى. هيحتاج نشا ولا مش هيحتاج نشا. انا مش لو تقيل قوي قوي منك حط شويه لبن. مش تقيل ولقيت القوام بتاعه حلو ما تحطيش لبن ولا تحطي نشا. لقيتيه خفيف معلقه نشا مع شويه لبن ميه باردين وتقوم ايه مقلباهم وحطاهم. ايد بتقلب والايد التانيه بتصب عشان ايه ما يلزقش في الارض في الحله. ماشي. اما يغلي ان شاء الله ونرجع لكم تاني. بصوا حبايبي اللبن غلى اهو مع الرز وشوفوا قوامه كده بقى. هيحتاج شويه ايه نشا، بس برضو النشا مش هحط كتير. قبل بقى ما احط النشا انا عندي معلقتين بودره كريم نقوم مقلبين. مش اي حد على فكره يا ماما يحط الكريمه دي على الرز بلبن. انت بتديله طعم جميل. في ناس كتير يا جماعه ما بتحطش كريمه، بس احنا بنحط الكريمه بتخلي طعمه احلى. حطينا الكريمه بقى عامل ازاي جوسي خالص. شوفوا شايفين كده بقى. هيحتاج شويه نشا. هو كده كده استوى. خلاص. هعمل ايه؟ هجيب شويه ميه باردين. ميه باردين نقلب فيهم النشا عشان ما يتكلكعش. ليه بقى بحط الميه الساقعه؟ عشان انا لو حطيت النشا في ميه سخنه هيكلكع. معلقتين نشا اهو. مش هحط نشا كتير. اضيفها على طول يا ماما؟ واحده واحده. مش هضيفها على طول مره واحده. لو ضفتها على طول مره واحده هيكلكع في الرز. لكن اني هضيفه واحده واحده كده
خدي. اهو ايد بتقلب والايد التانية ايه بتصب اهو. شوفوا بدأ يتقل ازاي. فعلا اول ما نزلتيها على طول تقل. بدأ يتقل اهو. تاكلوا بقى طبق رز بلبن ادعولي. هو بالكريمه يا جماعه الصراحه كمان بتديله نكهه جميله جدا. شوفوا بدأ يتقل ازاي، بدأ يبقبق اهو. طالما بدأ يبقبق كده يبقى كده نتيجته 100%. لسه ناقص عندي ايه بقى؟ حاجه واحده اللي هو ايه؟ السكر والفانيليا. لا الفانيليا لما نيجي نطفي عليه، لان الفانيليا ماده طياره فهتطير البخار هيطيرها، فدي بطفي عليه واقوم حاطه الفانيليا. السكر ده بقى حسب الطلب، انت بتحبيه مسكر حطي، بتحبيه زينا كده وسكره مش قوي متوسط متوسط خلاص. يعني هو ملوش معيار. لا السكر في ايديك انت. ودي ايه بقى؟ عايز سكر حطيله. شفتوا ما شاء الله، شوفوا منظر اللهم بارك ربط. بصوا طبق رز بقى، لا تقولي محلات ولا تقولي مش عايزه اتكلم بقى، ده انت هتدوقوه وتشوفوه لوحدكم كده، بس ماشوا بالطريقه بتاعتي اهو. شوفوا الرز جميل يا ماما. طب احنا عايزين ندوق عشان لو احتاج سكر نحط له حبه كمان. لا كده ما شاء الله عليه سكره مظبوط. السكر بتاعه مظبوط 100. تمام كده بقى ايه؟ هنغرف على طول؟ لا هو مش عشان عمل شويه، مش عشان بقبق كده نطفي عليه على طول. نسيبه بتاع دقيقتين كمان عشان النشا يستوي. عشان النشا يستوي. لانكم لو طفيتوا عليه بعد ما تحطوا النشا وتيجي تاكلوه هتلاقي النشا باين فيه. ايوه فلازم ياخد له دقيقتين كده على البوتاجاز اهو. شوفوا الرز قوامه جميل جدا يا جماعه ما شاء الله. بس انا مبسوطه ليه؟ عشان هم هياكلوا رز بلبن، عشان هياكلوا لبن عشان هياكلوا لبن، ودي مشكله عند جميع البنات وجميع الاولاد في موضوع اللبن ده. وكده خلاص هنطفي عليه. شايفين القوام؟ شفتوا القوام؟ جميل. كده بقى هنطفي. فاضل ايه عندي ما حطيتهوش؟ الفانيليا. الفانيليا ما احطهاش اثناء الطبخ، بطفي البوتاجاز واقوم حاطه الفانيليا علشان ما تطرش، لان الفانيليا ماده طياره، لو حطيتيها اثناء الطبخ هتطير، مش هيبقى له طعم، هتلاقي طعمه ريحه الفانيليا مش فيه. ولكن انا حطيتها اهو واقلبها بقى بعد ما انطبخ خالص وطفيت عليه، اقلبها بقى. شفت الريحه بقى؟ ريحته فعلا طلعت جدا جميله والله يا ماما. انا متهيألي كمان من غير الفانيليا مع الكريمه بيبقى طعمه جميل من غير حاجه اساسا، بس احنا بنعزز الطعم بقى، احنا بنعزز الطعم بتاعه. ايه رايكم؟ رز ده ولا مش رز يا جماعه؟ ان شاء الله وقت الغرف بقى نرجع لكم. هنغرف معاكم اهو، هنغرف معاكم الرز اهو. هاتي ايدك يا ماما هنا عشان يشوفوها. قوامه جميل جدا يا جماعه على فكره، كريمي. بصوا جوسي خالص اهو. خلي بالك بقى شويه رز وتدعوا لي، بس اهم حاجه ما تنسوناش في ايه؟ في اللايك. في ايه؟ في اللايك. في اللايك والاشتراك طبعا، عشان ايه؟ يشوفوا كله جديد معاك يا ماما ان شاء الله. ان شاء الله. احنا عنينا له. طبعا بقى اللي بيحب بقى، في ناس يوم كتير بتحب الطواجن دي في الفرن، الرز بلبن في الفرن. لسه دور الطاجن ده بقى. تمام. الطاجن ده عشان يبقى له وش كده حلو، هقول لكم تعملوا ايه دلوقتي. هنخلص غرف بس ونرجع لكم. انا بدات في تزيين اهو. ايه رايكم بقى في شويه الرز دول؟ هو الرز بلبن معروف تحفه، جربوه. بس هو معروف ان هو بيحب الجوز الهند والزبيب. هنا بقى هنعمل ايه؟ دومت انا هدخلهم الفرن عشان يبقى لهم وش. هعمل ايه عشان يبقى بالوش بقى بتاعهم كرمل؟
اعمل شويه سكر صغيرين خالص كده اهو. ده يا جماعة للناس اللي بتحب الرز بلبن في الفرن. انا عندي عيالي بيحبوه كده، انا بحبه في الفرن. تمام. ماشي اهو. شوية السكر دول بيكرملوا وشه. بيكرملوا وشه، بس ما بينحط الفرن ما بينفتحش خالص من تحت. ايوه، تحت الشواية يعني. تحت الشوايه، والشوايه تكون هاديه ما تكونش عاليه لا تحرقهولك. يعني دقيقتين كده ولا حاجة؟ ما انت بقى كل شويه بتشوفي. تمام. اول يا ساعة ما جماعة، وشه يحمر طلعيه. اول يا جماعة ما نطلعه ان شاء الله هنوريهولكم. بعد ما طلعته من الفرن ايه رايكم بقى؟ الصراحة كرملة السكر يا ماما ادوله لون جميل. والطعم بقى والريحه دلوقتي ما اقولكوش. ايوه فعلا ريحة يا جماعة كرملة السكر جميلة جدا. جربوه وعلى ضمانتي، واي حاجه تحتاجوها قولوا لنا في قولي بس الكومنت. وانا اقول لكم. يلا سلام. مع السلامه.